اليوم رح نحكي عن موضوع بسيط بس دايما يسبب مواقف مضحكة بين العرب. الكلمات، كلمة واحدة ممكن معناها يختلف تماما من بلد لبلد. يعني ممكن تتكلم مع شخص عربي زيك تماما بس هو يفهمك بطريقة تانية. اشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد ويلا نبدأ. أول كلمة معنا اليوم هي زعلان. في مصر معناها معصب أو مضايق. في السعودية نفس الشيء تقريبا بس يستخدموا مضايق أكثر. أما في الشام فهي شائعة ومعناها ببساطة زعلان. الكلمة الثانية حريقة. في مصر لما يقولوا دي حريقة يقصدوا إنها حاجة قوية أو ممتازة، لكن في المغرب أو تونس حريقة معناها نار حقيقية. يعني لو قلت هناك الجو حريقة ممكن يفكروا فعلا في حريق. الكلمة الثالثة براد. في مصر البراد يعني الثلاجة، لكن في المغرب البراد هو الإبريق اللي يغلو فيه الشاي. تخيل تقول لواحد مغربي هات البراد يجيب لك إبريق بدل ثلاجة. آخر كلمة معنا هي عسل. في مصر لما تقول أنت عسل يقصدوا إنك لطيف أو ظريف، لكن في الخليج أغلب الوقت يقصدوا العسل نفسه، الأكل الحقيقي. وهون بنشوف قديش لهجاتنا العربية متنوعة وجميلة. كلمة واحدة ممكن تغير المعنى تماما وتخلينا نضحك أو نستغرب.